صور متاخده بقصديه فيها ظلم فادح ليا ولفريق العمل. تسعة وتسعين في المية من اللي تداولته السوشيال ميديا في ظلم فادح، لان اما حد يجيب المجاميع بتاع هذا المسلسل ويقول لي ان هم مجاميع مش فرنسويه ويبدو عليهم انهم مش فرنسويه، ده لازم واحد قاعد يتصيد، لان انا عندي في اليوم 2000 كومبارس. اولا مبدئيا كده مفيش في مصر 100 اجنبي بيشتغلوا كومبارس، ده مبدئيا يعني. لكني انا تحريت اعلى درجات الدقه بحيث ان انا اظهر الفور جراوند او اللي ظاهر للكاميرا يبقى شكلهم اجنبي. الصور المتداوله عن العساكر الفرنسيين اللي شكلهم مصري صور متاخده بقصديه وبغرض تشويه العمل، ففي قصديه للتشويه. الشوت بتاع الكوتش ده الحاجه الوحيده اللي انا قلت لك 1 بقى في المية، ده الحاجه الوحيده اللي خطا فعلا، والخطا خطا يعني اصغر من ان احنا نختصر هذا العمل الكبير اللي مبذول فيه هذا الجهد في هذا الشوط. جم اتكلموا على حاجات كلها خطأ فادح، اللي يقول لك ما كانش فيه عربية بيجرها أحصنة في هذا الزمان، اللي هي العربية الكريت. يعني هات لي مصدر واحد يقول الكلام ده، ولا مصدر بيقول الكلام ده. وبعدين بلاش، أنا مش دارس تاريخ خالص ولا حد فينا قرأ كتابين، لكن هل متصور إن يبقى أحمس من آلاف السنين اللي كان بيستخدم العجله الحربيه اللي بيجرها حصان، ان المصريين قعدوا الاف السنين ما عرفوش ياخدوا هذا الاختراع الفظيع ويعملوه عربيه تجرها احصنه؟ وعربيات الكارو ما كانتش موجوده في هذا العصر، كانت موجوده عربيات الكارو، كانت موجوده والكريتا كانت موجوده. اللي يقول لي الكاوتش ما كانش موجود، الكاوتش ما كانش موجود. هات لي بقى الكاوتش في العربيه اللي هم اتكلموا عنها. العربيه خشب، العجل بتاعها خشب، ما فيهوش كاوتش خالص. تعال ارد لك على بقيه الحاجات. اللي يقول لك اصل نابليون ما كانش طويل كده. طيب انا عايز اوريكم واهو، وادخلوا على الانترنت وبصوا عليه، شوفوا ال10 20 فيلم اللي اتعملوا عن نابليون. كل دول اعمارهم بقى كمان اللي 45 سنه واللي 51 سنه، في واحد كان عمره 30 سنه، ما حدش يتكلم. ان القضيه قضيه الرؤيه، قضيه انت بتقدم الشخص ده عشان تقول ايه؟ هل انت بتقدمه كراجل فاتح وناشر الحضاره، ولا بتقدمه كمستبد فاشي، ولا بتقدمه كراجل صادق وامين؟ بتقدمه كايه؟ فانا لما هقدم الناصر صلاح الدين كما قدمه يوسف شاهين كرجل عادل، هجيب احمد مظهر. ممكن لو انا واحد تاني من اراء الناس التاريخيين اللي بيقولوا صلاح الدين ده كان راجل فاشي ومستبد وقتل معرفش ايه وعمل ايه في الفاطميين الى اخره، ممكن اجيبه راجل متجهم جدا، ده براحتي، ده رؤيتي. فما حدش يقول لي انت اخترت ده ليه.